مساء الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي الفضائية المصرية في كل مكان. برحب بيكم معانا يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج بالهنا. النهاردة حلقتنا هتكون حلقة اقتصادية مغذية وشتوية. كل الأكلات اللي فيها هتكون أكلات كده يعني مناسبة للشتاء، نقدر نقول كده إن هي فيها طاقة، وبرضو الناس اللي بتحب تجدد وتغير زي ما احنا متعودين معاكم في مطبخنا دايما بنقدم لكم كل جديد. هيكون معانا النهاردة طاجن قرنبيط بالكريمه او بالبشاميل، وكمان هيكون معانا طاجن الرز المعمر، وكمان هيكون معانا شوربه قرنبيط مع الكريمه والجزر بقى، وطبعا هيكون في تركات وهيكون في بقى اضافات. ودايما زي ما احنا متعودين حبيبتي اللي بتكون منورانا شيرين انور بتقدم لنا دايما وصفات مختلفه، بتحط التاتش بتاعها وتطلعها لنا بطريقه جديده غير اللي احنا دايما متعودين عليها. جربوا وصفاتنا وتابعونا طبعا في حلقتنا النهارده عشان تشوفوا الوصفات بتاعتنا مع شيرين انور بعد الفاصل. بنبدأ حلقتنا مع حبيبتي اللي بفرح لما بشوفها وبتعملي جو جميل كده في المكان. حبيبتي يا منى، وحشتيني وانت كمان وحشاني يا شيرين. منورانا. الحمد لله كل سنه تمام. طيبه وكل الناس طيبة المشاهدين بخير وسعاده يا رب ان شاء الله. حلقتنا النهارده اقتصاديه ومغذيه وشتويه قوي. شتويه ومغذيه ومفيده جدا 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 بالعناصر. الاكلات اللي هنعملها النهارده فيها كميه فيتامين ومعادن وكل حاجه غير عاديه، كميه كبيره جدا، واكلات اقتصاديه الى حد ما، وبتساعد في الدايت كمان على فكره. يا طب كويس جدا. شفتي بقى ده الجديد اللي احنا هنعمله النهارده، رز معمر. انا مستنيه. بصي هو طبعا الرز المعمر احنا هنبتدي بيه طبعا، بس الشوربه اللي احنا هنبتدي بيها النهارده او هنعملها، وهنعمل الطاجن بتاعنا اللي هيبقى الجراتان بالقرنبيط. القرنبيط فيه فوائد رهيبه. هنبتدي الاول بس بالرز المعمر كده. هنحاول ان احنا نسخن معانا اللبن الحليب اهو. ليه كذا طريقه الرز المعمر يا شيرين؟ الرز المعمر احنا هنعمله النهارده بالزبادي، بس هو طبعا الزبادي ده فعلا الحلقه خفيفه ودايت الناس اللي عايزه، بس احنا برضه هنزود فيها حاجات برضه يا منى، برضه عشان الشتاء برضه عشان الشتاء وعلشان احنا بنحب كده ندلع الاكل. شيرين ندلع الاكل والجو البرد اللي احنا فيه ده برضه بيحتاج شويه معانا حته زبده، حته قشطه، يعني حاجات كده خفيفه كده معانا. بص احنا هنبتدي الاول يا منى، هنسخن معانا الحليب الاول عشان يغلي معانا. احنا اوريدي غاسلين الرز، احنا هنسخن بس الحليب كده عشان يغلي. تمام. اهو. بنعاير اللبن بدل الميه. بصي احنا بنحط طبعا اللبن بدل الميه. بس هنمسح كده اللبن اللي وقع مننا شويه ده اهو على ما يغلي معانا. اوكي، احنا هنكون بنعمل في الحله الثانيه، هنحط حبه زيت وهنبتدي نعمل الشوربه مع بعض. طيب كويس كده يا جماعه. احنا هنبدا وصفتين اهو مع بعض. هنبدا على ما اللبن يغلي معانا، على ما اللبن يغلي حته زبده شوربه عشان هننزل برضو المقادير الوصفتين. ايوه، بس هنبدا معاكم بالرز المعمر ده الاساسي. مع الرز المعمر الشوربه بقى اللبن يغلي شويه. اوكي، احنا بنعمله بدل الميه لما بنعمل الرز، بدل ما نحط له ميه بنحط لبن. بالظبط. احنا دلوقتي عندنا هنا الزبده. واو، الزبده صحيه. الزبده صحيه. ايوه، بصي هنحط هنا حته زبده مع مكعب زبده مع الزيت. اوكي، وهننزل معاهم بالبصل يتشوح. تمام اهو. على فكره بقى انا دايما اشوف الوصفات كده بيقولوا انها شوربه حارقه كمان لما بيكون فيها المكونات دي. انا هقول لك دلوقتي يا منى احنا هنعملها، يعني احنا هنبتدي نعملها تنفع دايت، وهنعملها شوربه عاديه للناس اللي هي مثلا حابه ان هي تبقى مغذيه اكتر يعني. تمام. احنا هنحمر البصل معانا. اوكي. هياخد تشويحه كده حلوه كده. بصل احمر ريحته بتطلع على طول. وحته توم معاه، فصين توم كده. تمام. اهو. شوفوا بقى فعلا كده المكونات المغذيه. ايوه، بصي البصل والثوم مفيش غنى عنهم في فصل الشتاء طبعا. طيب احنا هننزل مقادير اهي على الهوا. دي مقادير الشوربه يا جماعه. الشوربه بنحمر البصل
والثوم معاه، البصل والثوم. وبعدين بعد زيت وزبده. زيت وزبده. اوكي، ممكن بقى في اي بدايل تانية، يعني مثلا لو حد عايز يبقى زيت بس لوحده، زبده بس. لوحدها. بس انا بحط دايما الزيت مع الزبده علشان ما تحصلش ان هي الزبده تتحرق معانا ولونها يغير يعني. كويس. اوكي، فاحنا دلوقتي نزلنا البصل مع الثوم، بياخد تشويحه حلوه كده. هنزل معاه بمعلقتين دقيق يغلفوها. هتنزل على الشاشه دلوقتي برضو إيه؟ الشوربه. بصوا برضو يا جماعه احنا بص، معلقتين دقيق يا جماعه مع البصل والثوم بيتغلفوا مع بعض كده كويس. اوكي اهو، ونقلب كويس جدا. كويس قوي. يتغلفوا مع بعض كده. ليه؟ لان الدقيق هيربط لي الشوربه، تمام. هيربط المكونات بتاعتها. كويس قوي. انت قلتي لي المعلومه دي قبل كده شيرين، ان نحاول نخلي الماده الدهنيه اكتر من الدقيق عشان ما في يكلكعش. البشاميل، في البشاميل. وهنا برضو هنا عشان لا، ما بصي أنا يكتلش معانا. انا شايفه برضو ان هو يعني مظبوط قوي، يعني حطاهم قد هما بعض. معلقتين اتنين بس يا منى علشان يربطوا آه. الدقيق ويربطوا المكونات الباقيه بتاعه تمام. الشوربه اللي عندنا. تمام. احنا عندنا هنا القرنبيط اهو. هنزل بحبه قرنبيط كده اهو. في كذا نوع قرنبيط يا بصي شيرين بقى، برضو. ما انا هحكي لك بقى يا منى دلوقتي. يا ريت. انا بقى دلوقتي اللي احنا عارفين ان القرنبيط دايما بيبقى ابيض. اوكي، انا لقيت امبارح قرنبيط لونه بيربل، يعني موف. بصوا يا اهو، جماعه. شايفه الجمال بقى. تعرف انا بحب اجيب الحاجات الغريبه الغريبه واللي شكلها جديد عجبتني جدا. والصغيرة. موجود عامله زي قوي. الكابوتشا، نفس الحاجه. خاص الكابوتشا هو صغير والكرنب فعلا، الكابوتشا. بس صغير، بس لونه هو اللي عجبني جدا جدا. فانا كويس. جبت الابيض العادي ننوع. بتاعنا، ومن اللي هو الموف اللي معانا ده. اوكي، وهنعملهم الاثنين مع بعض. تمام. ده أهو. كده فعلا وجبه مغذيه قوي. اهو بصي كده، اهو كده نزلنا بالقرنبيط. اوكي، هيتشوح برده كده كويس مع البصل والثوم والدقيق. اوكي، وهنضيف معاها مكعبات بطاطس. عندي مكعبات بطاطس صغيره جدا. ده كده بقى فعلا أهو. فوائد. اهو فوائد جامده. تحفه. بصي، كل ده بيتقلب مع بعض حلو قوي كده. اوكي، وهحط معاها حبه جزر. تمام. عندي هنا جزر برضو. كل ده بيتشوح مع بعض حلو كده. حبه جزر هنا مبشورين اهم، هنضيفهم للشوربه. اوكي، هنزل حلو مع جداً. ده كده يا منى. يعني كده الشوربه بتتكلم عن نفسها، الطبق ده بصي، كده بالظبط. بيتكلم عن نفسه. ده بقى يا منى بيغلي مع بعض كويس كده. بضيف له حبه مرقه كده، لو عندي هنا اي بودر مرقه او مرقه عاديه عندي او حاجه. حبه ملح وفلفل. كويس قوي. اوكي، والقرنبيط دايما بضيف له كمون. القرنبيط لانه يعتبر من نفس فصيله زي الكرنب القرنبيط زي الكرنب وزي البروكلي. اوكي، من في فايده غير عاديه. القرنبيط بيعمل، لو حد عايزه يتعمل بيه دايت بيبقى تحفه. لو بيتاكل مسلوق بس بيعمل تحسين للجهاز الهضمي. في فيتامين كي، في فيتامين سي، في فيتامين بي. يعني بصي، في فيتامين عاليه جدا، واحماض، حمض الفوليك وحمض الشوربه بتهيألي فيها بتدي طاقه، وفيها كل طبعا العناصر. الجو اللي احنا فيه ده وتجديد شويه. يعني احنا السنين اللي فاتت كنا دايما الشتاء شوربه عدس وكده، فاحنا يعني الموضوع مش مفيدة تقليدي، جدا. وفيها الشوربه دي مكونات مفيده جدا. يمكن هننزل بيها ما بس مع تقلش الميه. برضو فايده عن شوربه العدس ده. لا، ما كانتش كمان مكوناتها فايدتها هقول لك يا منى، مكوناتها اولا اكبر يعني اعلى، والقيمه الغذائيه عاليه جدا جدا جدا. وممكن ان احنا بنعملها كدايت، ان احنا هنستغنى عن التحمير بتاع القرنبيط في الاول ونسلقه، يبقى مسلوق. وفي ناس بتاكله كمسلوق بس لوحده، ده بينفع كويس جدا مع ملح وفلفل وكمون. ده حاجه بتبقى اكله دايت حلوه قوي قوي. تمام. واحنا مقطعينه صغير زي البروكلي. انا ملاحظه كده يعني مقطعاه وردات صغيره. تقطيعتك ليه مفكراني بالبروكلي يعني. هي تقطيعات صغيره. وصفات البروكلي برضو بتبقى مفيده جدا، وعملت لنا بيها كذا حاجه. هو البروكلي احنا عملنا شوربه البروكلي، عملنا البروكلي بيدخل مع اكلات كتير برضو. بيتاكل سوتيه مع مفيد جدا جدا جدا. ما هو نفس فصيله النباتات اللي هو البروكلي والكرنب والقرنبيط، من نفس الفصيله على فكره. كويس. نفس القيمه الغذائيه بتاعتهم عاليه. اوكي، احنا هنا هنبتدي بس هسيبها تغلي شويه. عندنا اللبن هنا ابتدى ان هو يغلي. الايه؟ نرجع بقى للرز المعمر. الرز المعمر معانا. احنا هناخد كده. عندي هنا ايه؟ بص،
عندي الرز هنا مغسول. اوكي اهو، باخد منه حبه كده اهو. مغسول كويس، رز مصري عادي بتاعنا. تمام. اوكي. في بقى خطوه كده او سر علشان ما يعني يبقى مفلفل هقول لك وما يعجنش؟ هقول لك حالا ده اهو. لازم. بص، احنا دلوقتي هنخلطه بايه؟ بحبه ملح وفلفل، ده اساسي طبعا عندنا. تمام. هنتبله التتبيله بتاعتنا الحلوه. طبعا احنا الرز المعمر ده ممكن ان احنا بنحط معاه كيوبس لحمه بتكون مستويه قبل كده، بنقطعها حتت صغيره جدا وبنحط معاها ملح وفلفل، بتستوي بالملح والفلفل بس، وبتتحط مع الطاجن في النص، بتبقى رائعه رائعه. يا اما مثلا مكعبات اللي هي الفراخ برده بتبقى حلوه جدا برده، لو حطيناها معاه بتبقى حلوه قوي. تمام. احنا هنحط دلوقتي، هنتبله بالملح والفلفل الاسود بتاعنا العادي. بحب على فكره الفلفل فيه كتير. ده الفلفل ملح وفلفل بس يا شيرين ولا ملح وفلفل بس. كويس. بس في ناس بتحب تسقيه شوربه مع اللبن والقشطه والزبده وكده. احنا كده ده الملح والفلفل بتاعنا. تمام. من اكثر المحافظات طبعا اللي مشهوره بالرز المعمر، طاجن الرز المعمر، هي المنصوره. المنصوره وبيعملوه وطنطا. ايه مالها وبرده طنطا؟ زي ما بتقولي كده، ملح وفلفل بس، ملح وفلفل وقشطه، واللبن يكون حليب كويس كامل الدسم حلو عشان يطلع بقى مظبوط يعني على اصوله بقى. تمام. وسمنه بلدي لو انت عاوزه، والقشطه. هو ده اساس الرز المعمر، ده الاساسي. وفعلا الوصفه اللي بتقولي عليها دي فعلا هي دي اللي فعلا بتبقى على اصولها كده. يعني في ناس او بنشوف مثلا في طرق تانية بيحطوا ورق لورا او حبهان. لا، انت لو حطيتي معاها الشوربه، لو حطيتي معاها الشوربه، في ناس بتسقيه بشوربه مع حليب، يبقى نص ونص يعني. دي برضو طريقه تانية بس ما اعرفش يعني، انا ما طب مش هو ده. بقى احنا دلوقتي هنحط معلقتين زبادي. عايزين حلو كويس الزبادي قوي. الزبادي بيطريه جدا 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 جدا. تمام. اوكي. هقلبه فيه كويس كده. بنحتاج ننقعه مثلا قبلها؟ لا 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 خالص. هو طالما ان اللبن مغلي، على فكره انا كمان كنت بعمله بطريقه حلوه قوي. كنت بجيب اللي هي الطواجن يا منى، معلش، اللي هي الطواجن الصغيره دي، اللي هي زي الفخار. الفخار، الطواجن الصغيره دي. كنت بحط اوريدي اللبن الرز كده فيه، بعاير الطاجن ده ب3 معالق اكل من اللي هو 3 معالق اكل، 3 معالق 3 كده. اوكي كده اهو. ما بملهوش قوي لان الرز لما بيجي يستوي بيزيد. انا بقى بحط الزبده كمان، بحط الزبده معاه كده حته كده حلوه كده اهي على الوش اهي. يا جماعه الزبده من الحاجات اللي بتدفي جدا، وقلنا قبل كده سعراتها بتدي مش عاليه جدا، انا بدافع عنها. ودايما البلاد اللي فيها تلج بيحطوا يعني زي روسيا مثلا، بيبقى الزبده داخله في اكلاتهم كلها. ودايما في معلومه عندهم او معلومه بالنسبه ان الجسم بيحرق في الشتاء، فزائد طبعا ان الزبده سعراتها اقل من الزيت بكتير. بصي الزيت بتساوي 32 سعر، افيد من الزيوت المهدرجه، لان هي فيها بقيه مكونات بالزبط. اللبن، يعني مش زيت خام او زيت مركز. بالظبط. بصي يا منى، احنا كده حطينا هنا كده الرز اهو. انا شايفه في طاجن تاني ولا هم 2 بس؟ لا 2 بس. اوكي خلاص مش مشكله. تقريبا للوصفات التانيه. طب ممكن اخد طاجن من ده؟ اوكي ممكن احط فيه بقيه الرز اهو. انا ما بحاولش املى الفخار اللي عندي رز جامد، لان هو اصلا اوريدي بيزيد في السوا. تمام. يعني معقوله الحجم مثلا الطاجن ده 3 معالق رز وبيزيدوا 3 معالق كبار 3. اوكي اهو كده. هننقل ده هنا كده كأن ده اخد 2 طاجن اهو. تمام اهو كويس. هنحط عليه الزبده وهحط عليه كمان الكريمه لباني. تمام. انا كل ده مستنيه تقولي لنا السر بتاع ان اللي يطلع مفلفل وايه ما بص يعني احنا كده ده عندنا ده اوريدي اهو، وده كمان هنحط على وشه حته زبده هو كمان. تمام اهو كويس قوي كده. هنقطعها على الوش كده. واللبن طبعا لما بيغلي بيبقى حطينا قشطه ولا زبادي؟ لا زبادي. انا حاطه هنا زبادي. اوكي اهو.
من تمام. الاكلات الجميله اللي الناس دايما بتحبها تجربها مع اي بحبها حاجه. جدا. بصي حمام، فراخ، لحمه. انا مش عارفه هو الطاجن ده برضو، بس ماشي نجرب مش فيه غويط بقى. قوي. مش قوي يعني يستحسن كميه يبقى الرز غويط يا جماعه، برضو لما تيجوا تعملوه كميه يبقى الرز كده. الطاجن غويط. هنحط عليها حبه كريمه هنا كده، أوكي. كريمه لباني اهو. واي تمام. اكل في الطاجن كمان بيبقى حاجه جميله قوي في الفخار الشتاء. بيدي ريحه حلوه قوي. ريحه، وتحسي ان الطعم مركز يا شيرين. اللبن تحسي اوريدي إن- عندنا هنا غالي اهو. بصي هنسقيه بقى كده اهو. تمام. دايما يقولوا لازم يبقى لبن مغلي قوي مغلي. علشان هو ده اللي يخليه ما يعجنش. بالظبط كانك بتحطي الرز العادي بتاعنا، بتحطي له الميه مغليه او الشوربه صحيح مغليه. صحيح. تمام. اهو. انا بقى ساعات ايه، بحط اللبن بارد عليه وبدخله الميكروويف. اول ما بياخد الغلوه بتاعته بروح مدخلاه الفرن على طول. كويس. اوكي، فاحنا كده ده هنبتدي كده، ده عليه الملح والفلفل بتاعه. الفرن نبقى فاتحينه قبلها بقد ايه؟ حبه حلوين كده، يكون سخن من فوق ومن تحت. تمام. والحراره يا شيرين؟ الحراره على حسب بقى الفرن، على حسب هو كهرباء ولا تمام ولا فرن عادي غاز، بس المهم يكون شغال من فوق ومن تحت. ما خدتش وقت خالص الوصفه بتاعتنا دي، سريعه جدا. عقبال ما اللبن غلي حطينا رصينا كل حاجه في الطاجن. دي هنا بقى اي حاجه بقى انتوا تحبوها زي ما شيرين قالت، ممكن قطع فراخ، ممكن وينفع كده برضو يا شيرين الايه، الرز معمر كده. كده ممكن ساده برضو لوحده خالص، بس انا بحب ازود فيه الفلفل الاسود، بيديله طعم حلو قوي قوي. تمام. هنا نبص على الشوربه عندنا هنا، ابتدت ان هي بتغلي اهي، كل المكونات مع بعض. على فكره ريحتها حلوه قوي، انا شامه بصي ريحتها جميله مع الكمون مع التوابل الثوم بصراحه تحفه والبصل بالظبط. ريحتها كده تدي دفى يا جماعه، تدي دفى بالظبط كده. تمام. هنخليها بقى دي كده ايه، تستوي براحتها. ممكن نزود الرز المعمر بنسيبه قد ايه يا شيرين في الفرن؟ بصي يا منى، هو ما بياخدش وقت على فكره، لان احنا حاطين الطواجن الصغيره. على فكره الطاجن الكبير انا ما بحبش اعمله في الطواجن الكبيره، ساعات ممكن ايه ما تبقاش مستويه من النص، ممكن تحمر بسرعه، ممكن مش عارف ايه الكلام ده. لما بيبقى كل واحد الطاجن بتاعه كده لوحده بيبقى بيستوي بسرعه أسرع. لما الكميه بتقسميها على طواجن ياخد وش كمان بيستوي، بيبقى تحفه. كله بيستوي تمام. كل واحد بياخد الطاجن بتاعه احسن يعني. وبعدين ده هو الطاجن بياخد 3 معالق رز، ما بياخدش كميه كبيره. ويستحسن كمان الطاجن يكون غويط لانه هو بيزيد قوي يعني بيبقى لحد نصه كده شويه. معانا وصفه بقى بالبشاميل، ومن الاكلات اللذيذه جدا جدا في الشتاء. برضو هنعمل برضو النهارده الطاجن بتاعنا اللي هو هيبقى بالقرنبيط برضو. اوكي، هناخد هنا كمان حلقه كمان يعني فيها كده يعني بنهتم بجهاز المناعه كمان والعناصر. البرد، احنا في البرد الناس كلها واخده برد، والجو ده صعب جدا، عايزين تدفئه وعاوزين حاجه تحميهم من البرد، تكون حاجه فيها فيتامين سي كتير. مش شرط ان هو بيبقى في البرتقال او في الجوافه او في الفاكهه، في الخضار كمان. زي ما بقول لك القرنبيط حاجه تحفه يعني. كويس جدا. نمسح دي كده. بس هنبتدي هنا بقى ايه، دي بتغلي. اوكي، انا هخليها هنا، هنقل دي هنا واجيب دي هنا. طيب اوكي، هنبدل حلل كده. تمام. اوكي، هنبتدي هنا بقى طاجن البشاميل بالقرنبيط واللحمه المفرومه او العصاج. لا يعني ده لسه بقى اللحمه العصاج. احنا هنعملها. بصي انا اللحمه العصاج عندي هنا منى جاهزه اوريدي. طب كويس اهي. اوكي، اللحمه العصاج انا حاطه عليها فلفل الوان وحاطه عليها صلصه طماطم. اوكي، اللحمه زي ما احنا بنعملها على طول طبعا. البصل المتحمر بيتشوح، بحط ايه الفكره الحلوه دي؟ يعني احنا بدل مبدلين مكرونه البشاميل عاملينها بحاجه افيد، عاملينها بالخضار. بصي نحط حبه زيت كده برضو. اوكي، مكعب الزبده بتاعنا اللي احنا بنحب نحطه مع الزيت بيديني طعم حلو قوي على فكره. اهو. انا حاسه ان الوصفات ما خدتش وقت ولا مجهود ولا تكلفه. منى انت متعوده مني دايما ان انا كل اكلاتي وكل حاجاتي ووصفاتي ما بتاخدش وقت دايما. انبهارات. لا والله بتحضري لنا بجد حاجات لذيذه وسريعه وسهله واقتصاديه. فعلا والله منى، انا بحاول بقدر الامكان بجيب الحاجات اللي ما بتاخدش معايا وقت. على الفراخ بالسبانخ بجد. دي كانت المره اللي فاتت كانت حلوه قوي. سبانخ في الشتاء يعني ممتازه. يعني المره الجايه اللي جربتها في النهارده جربنا. هناخد الوصفات بتاعتك وبنطبق على طول.
احسن حاجه بجد ان انتوا تدوني رايكم ايه. احنا هنعمل هنا دلوقتي هنحط البصل تمام. هنا اهو. هننزل البصل. طبعا اي خضار بنعمله كطاجن او اي حاجه دايما بيحتاج البصل معانا. انا بقى دي الملحوظه اللي دايما بلاحظها وبتعجبني جدا في شيرين، ان هي نفس المكونات. عملنا طاجن شوربه كبير قوي وهتعملي طاجن وهتعملي وعملنا حاجات شوربه، كتير. ايوه ولا تعبنا نفسنا في تقطيع وهي نفس المكونات. يعني دي احلى حاجه بجد. ما ده والوصفه السر طبعا بقى. تبقى ده السر يا منى. صينيه كده، صينيه حلوه. ده السر بتاعنا. بصي هنحط هنا معاه طبعا احنا قلنا لازم اساسي البصل يعني والثوم. مثلا قرنبيطه واحده ممكن نعمل بيها كل حاجه، بالظبط. نعمل كذا صنف لا لا كده، لا نملى لا السفره. بقول لك يا منى، لا ولو لسه انا لو دخلنا عندي وقت تاني هعمل انا لكم عارفه حاجات كنت هتعملي مقلي وهنعمل كفته هنعمل حاجات تانية كتير. ابتكارات انا واثقه. ايوه. بصي يا منى، هو الطاجن ده على فكره بيتعمل باكتر من طريقه. للناس اللي بتحب تعمل دايت هناخد القرنبيط. احنا شوفي مقطعينه وردات صغيره جدا. تمام، زي بناخد القرنبيط ده بنسلقه، بيتسلق في ميه وبملح بكمون. بيتسلق عادي جدا يعني. اوكي. وبعد كده بجيبه واحطه بقى في الطاجن، اسقيه بقى زبادي، صوص زبادي او اي حاجه، صوص زبادي بتوم كده، وادخله الفرن. ده هينفع للدايت، يبقى حاجه تحفه. احنا النهارده طبعا مش هنعمله دايت قوي يعني عشان لا، بس الجو برضو والسقعه. احنا حاطين زبادي برضو علشان نبقى يعني ده كده الزبادي على توازن. فكره في الرز المعمر. بس الوصفات دي كلها ينفع ان احنا نبدل الكريمه. زبده، بس حاطين زبده. ما احنا قلنا الزبده سعراتها اقل من الزيت يا جماعه، آه. وبتدفي بتولد طاقه. احنا دلوقتي بنحمر البصل مع الثوم. اوكي. بيطلع الريحه بتاعته كده الحلوه دي. اوكي. وبعدين بعد كده هننزل معاه الابتكارات في الافكار، ان احنا يعني مثلا نزلنا لقينا القرنبيط العادي، لقينا مثلا لون تاني. عجبني جدا الموف ده، فده عجبني يبقى جدا. شكله كمان حاجه حلوه على سفره التقديم. ايوه اهو. بصي بقى، يبقى الطاجن عندنا بشاميل ملون كده، هيبقى تحفه. يعني برضو نفكر نبدع نغير. يعني انا بيعجبني برضو شيء ان انت بتحبي تجربي كل حاجه. اكيد. في ناس في المطبخ بيخافوا يقولوا لا انا متعوده اعمل حاجه في ناس بتخاف من المطبخ اصلا. ويخافوا ان هم يعني في ناس بتخاف من المطبخ اصلا. يقول لك لا احسن تبوظ مني الوصفه. لا 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 بوظي. انا عايزه اقول لك حاجه، انت هتتعلمي ازاي نجرب في المطبخ الا ما بوظتي حاجه ومره واثنين وثلاثه. كله نجرب بالظبط. بس يعني احلى حاجه الحاجه بتطلع حلوه. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. احنا دلوقتي هنا بنحط اللي هو القرنبيط الموف والابيض ده كده، بنشوحهم كويس جدا. تمام. في ناس انا قلت لك ان احنا ممكن ان احنا بنسلقه. وبيبقى زي الشوربه كده، زي هي في شوربه اسمها الشوربه الحارقه. الشوربه الحارقه بتبقى بالكرنب، كرنب وبصل ثوم كمون. ممكن نعملها كده كرفس. احنا بدلنا الكرنب بالقرنبيط، بس ممكن تستغني على البطاطس. لو انت عايزاها تبقى شوربه حارقه ممكن تستغني على البطاطس. احنا عاملين النهارده شوربه فيها بطاطس وفيها بصل وثوم بس كده. ونوعين قرنبيط مش نوع واحد اهو. بصي احنا بنشوح ده كويس جدا اهو. تمام. هنحط حبه كمان على فكره، مش عايزه احط حبه كمان عشان لما يجي في الطاجن معانا اهو كده حلو قوي. تمام. هيتشوح حلو قوي 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 كده، ياخد اللون معايا بالتوابل بتاعته بقى. اللي هنحط بقى ملح وفلفل. تمام اهو. تشويحه كده حطينا يعني. خدت بالي دلوقتي شيرين وهي بتقول احنا استبدلنا الكرنب بالقرنبيط. قرنبيط. هو القرنبيط زي البروكلي على فكره، ونفس هما نفس الفصيله. نفس الفصيلة. احنا حطينا ملح وفلفل، حطيت كمون وفلفل، هحط بس الملح. طيب. ومبدلين برضو المكرونه اللي هي زي المكرونه البشاميل، مبدلينها برضو بالقرنبيط بالطاجن. الطاجن بصي ده طاجن خضار. دايما يا شيرين الطواجن بتبقى قيمه قوي على السفره. بصي يا منى هقول لك حاجه يعني حتى في مناسبه، مش هو بيبقى يعني اكله شتوي. الطواجن عامه بتبقى اكلات شتوي، لان الطواجن ما بتتاكلش غير ان هي تبقى لازم سخنه. تمام. والقيمه الغذائيه خضار بقى. صحيح. ناخد ده كده كمان زي طاجن الكوسه بالبشاميل. كوسه بالبشاميل بالظبط. المسقعه. بس انا على فكره بقى انا بحب المسقعه من غير بشاميل. وانا من غير بشاميل.
وباللحمه المفرومه او من أكيد. غير اللحمه المفرومه برضو، أكيد. يعني هي أكيد. المسقعه في حد ذاتها اختراع. اي بصي اي حاجه بالبدنجان يعني بصراحه انا بحبها جدا، انا ده قلت حقيقي. كده على فكره قبل كده. هنلم بس عايزين الدنيا دي نعمل كده حلقه وننضفها. كلها بتنجان بقى. كلها بتنجان بس. اه واو، عامل ده لك حلقه انا كلها بتنجان يا واثقه منى. طلعي منها افكار هنطلع منها جميله طب جدا. والله في افكار جامده جدا جدا ممكن نعملها، بس احنا الحلقه الجايه هتبقى عيد الحب ان شاء الله، مش هنعملها بتنجان بقى، هنعمل حاجات تانية، حاجات ملونه. بس بصي يعني ايه، ايه ابهرينا. بصي هضيف دي. حاجه. اوكي. هي بس المشكله ان الاسباتولا ضعيفه قوي، فخايفه انها ما بتقلبش معايا كويس. ممكن. اوكي. اوكي. ماشي اوكي. شوفي لو عايزاني هنقلب ما اساعدك بين في دي ودي. حاجه. احنا هنبص هنا تمام. دلوقتي على الشوربه، بصي بتغلي معانا حلو قوي اهي. اهي الشوربه المكونات بتاعتها بتستوي مع بعض، على ما بتستوي مع بعض كويس وبحس انها اوريدي استوت. بصي يا منى ريحتها تحفه وتجنن، حلوه انا جدا جدا الروايح كلها جدا. داخله على بعضها حلوه قوي. بصراحه، جميله. الشوربه دي بس هتستوي شويه كده مع بعض، هننقلها نروح نضربها بقى في الخلاط او البروسيسور. تمام، او اوكي. بالهاند بلندر يعني. اي حاجه بقى اللي موجود يعني. لو اهو. برضو عايزينها مشبعه اكتر ممكن نسيبها كده قطع، يعني ايه دي؟ لو هي للدايت. ممكن هقول لك علشان حاجه. الواحد يبقى حاسس انه ممكن بس بياكل. نقطع اصغر. البروكلي سوري القرنبيط هنقطعه وردات صغيره قوي، يعني اصغر من ممكن كده. الورده الصغيره دي اقطعها على 2. تمام. عشان كل ما بتبقى كبيره في الشوربه اللي مش هضربها بالبلندر مش هتبقى شكلها ظريف يعني. تمام. لازم تبقى الحاجات صغيره قوي. كويس. بس احنا هنا طبعا ده بنشوح كده البروكلي القرنبيط. بس ايه رايك في اللون الموف ده؟ اللون الموف تحفة. خطير، وانا نفسي اشوف كمان لما يتضرب بقى في الخلاط او خلاص هاند هقول لك بلندر. حاجه، احنا عندنا هنا الوان تانية، انا عايزه الجزر. اعرف كمان هيبقى لونه عامل ازاي. بصي هو ده هيبقى حلو قوي في الطاجن. في الطاجن هو اللي ممكن يبقى باين فيه شويه لان الورده بوردتها. وهيبقى شكله جميل، يعني الجميل بقى في الموضوع كمان ان اي ام عندها اطفال تحط لهم كل المكونات المفيده. أيوة. في عجبني جدا الشوربة دي. بصراحه، انا اول مره اشوف الموف ده. دايما بيقولوا الخضروات اللي فيها لون موف ده بيبقى فيها قيمه غذائيه عاليه قوي. زي الكرنب الموف. لا الحاجات اللي بيبقى فيها اللون الاورنج زي الجزر دي كل الالوان مفيده. كل الالوان. بس بيتهيألي ده حديد اكتر، بيتهيألي الموف ده بيبقى فيه. خلينا كده عايزين نشوفها، الكاميرا عايزه تشوفها. بصوا يا جماعه الشوربه. طيب لا الشوربه اوكي. لسه. الشوربه اهي. الشوربه بتغلي معانا، على ما كل المكونات بتاعتها تستوي جدا اروح اضربها في الخلاط. اوكي كده يا جماعه احنا الاستوديو حاسين بالدفى. يعني شفتي بقى الاكلات الوصفات دي الشتويه بصراحه تحفه. مع البخار بقى اقول لك حاجه يا منى، ده كده بيتحمر، ممكن هحط بقى معاه في الوقت ده اللحمه العصاج اللي عندي بتتقلب معايا كلهم مع بعض اهو. بصي كده اهو. اسهل حاجه ده. ايه رايك اهو؟ ده كده بتتقلب رأيي. ايوه لما بيبقى كله في حله واحده ده لا بيبقى احنا سهل عاملين قوي كمان. احنا عاملين اوريدي اللحمه العصاج قبل كده. انا زي ما انا قلت مره قبل كده ان انا ممكن اللحمه العصاج بعملها بكميات وبشيلها مثلا بطلع على قد الاكله بتساعد وبتنجز بسرعه تبقى معاكي. فروزن. بالظبط. هتتقلب بس كده تقليبه كده معاها، طبعا بتاخد من الطعم بتاعها حلو قوي كده. طبعا اللحمه العصاج طبعا فيها بصل وفيها توم وفيها ملح وفلفل، وحاطه فيها فلفل الوان، وحاطه فيها معلقه صلصه طماطم. كويس. اوكي. وده عايزه اعرف اللون بقى في الاخر، اللون النهائي. بصي احنا ده كده بيستوي كده مع بعض كده كويس كده. اوكي ده بيستوي كله مع بعض كده تمام. هزودها بس حبه ميه صغيرين جدا. تمام. على ما نعمل البشاميل. اوكي ماشي. طيب. حاجه كده خفيفه كده يستوي بيها كده بس كده. اوكي.
ده طاجن طبعا احنا ممكن البشاميل نستغنى بالبروكلي. عن اللحمه. ممكن هو بيبقى طاجن البروكلي دوت برضه بروكلي، برضه بنقول بروكلي. ممكن نستغنى عن طاجن القرنبيط باللحمه اللي فيه. المفرومه او ممكن هو بيبقى العصاج طاجن قرنبيط بس لوحده، بس من غير بالبشاميل اي حاجه فيه يعني. تمام. والكريمه. ايوه. لا انا قلت ايه، بالبشاميل والقرنبيط نفسه. بس احنا هنغطي ده كده شويه. اوكي. استني برضو هنمسح كده عشان نجي عليه المعلقه. كاتش معايا كويس. ما بياخدش وقت برضو القرنبيط في اه السوا، خصوصا احنا احنا برضو هنبص مقطعينه برضو على صغير. الرز كده مقطعينه عشان ما صغير يا ننساهوش. شيرين، ما بياخدش وقت خالص. شايفه يا كويس منى؟ أوي. بص انا عايزه بس الكاميرا كده تجيب على الرز كده يا جماعه. ما خدش وقت خالص. بصوا الكاميرا لو هتجيب على الرز حلو قوي. شايفه اللون بتاعه؟ شكله مش عارفه جميل بقى. يعني. بصوا شايفين يا جماعه شكله عامل ازاي؟ يعني حاجه بسيطه كده وهنقفل عليه. اوكي. على ما نخلص اسيبه شويه. لا خلاص خلاص. اوكي. والريحه كمان تجنن، الريحه حلوه قوي 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 قوي. احنا ما خدش دلوقتي وقت. انا مستغربه انه اتعمل في وقت سريع جدا. شفتي يا منى الحاجه معايا غير. صحيح. لا واخد وش. انا قلت احنا لسه بعد ما يستوي بقى نديله وش، يعني هو اتعمل كله مع بعض. الزبادي مع اللبن المغلي، اللبن المغلي كويس اللي هو مش معانا 10 دقايق. معانا 10 دقايق. طب احنا هنبتدي نعمل على فكره الايه؟ البشاميل. اوكي. ممكن نضرب الشوربه. هنعمل كده البشاميل هنا. ايه بصي هنا عندنا الحله. اوكي. اساعدك في ايه؟ قولي لي. هقول لك يا منى. ممكن هناخد بس حبه الحليب. انا كنت عايزه حله ثانيه او طاسه ثانيه بس ماشي. هقول لك حاجه حلوه قوي. استني. احنا ممكن عندنا الحله اللي في لا عادي جدا عادي جدا. هنعمل البشاميل على البارد. اوكي. اهو حبه لبن ومعاهم الدقيق. تمام. اوكي. اهو كده هنفكه كويس معاه. اوكي. هحط معاه حته الزبده او حبه زيت، الماده الدهنيه بتاعتنا. اوكي. حته زبده. بصي يعني احنا ايه بنتصرف عادي جدا. ده برضو البشاميل اللي على البارد. اوكي. اهو هنقلب فيه كويس قوي. افك الدقيق بس. اوكي. انا مش عايزه هنشيل بقى الاول. هنشيل ايه؟ الشوربه دي. واو سخنه جدا. ثانيه واحده اهي. هنشيلها هنا كده على جنب. وهنسيبها ايه تبرد شويه. اوكي كده خليها تبرد شويه. بنعمل هنا البشاميل دوت كده على البارد اهو. اخليه يفك كويس على مع الزبده بتاعته والزيت. وهنضيف له بس حبه الملح والفلفل. اوكي. وبرده بيفك معانا عادي مفيش مشكله. اوكي عادي جدا. احنا بنتصرف. احلى حاجه احلى حاجه تعجبني فيه. بس الملح اهو. اهو حبه ملح كده حلوين بس اهو. على ما بيفكوا بيتقل معانا بنحط الايه هنا ده عندنا كده برضو. هنبص عليه كده علشان نشوف اللون بتاعه عامل ايه. تمام. اهو شايفه يا منى؟ ممكن بيتاكل كده يا جماعه بس كوجبه كده من غير ما تدخلي فرن او اي حاجه. جنب شويه رز بس وخلاص بعيش. هو عادي جدا يعني. طبعا فكره جديده جدا جدا ان يبقى خضار باللحمه المفرومه او العصاج. احنا في ناس كتيره بتحب تحط العصاج على اي حاجه وكل حاجه عادي جدا. بس دي جديده قوي يا شيرين وجميله جدا ان احنا كمان نجدد. طبعا هقول لك حاجه يا منى. هو طبعا عشان البشاميل عندنا سوري ممكن لو حد عنده حته لحمه عصاج صغيره ممكن بيحطها مع اي خضار او اي حاجه. دي صحيح. بتفرق معاه جامد جدا جدا جدا. ممكن تقولي يتعمل بيها طاجن إيه؟ يعني يتعمل بيها حاجه قيمه. يعني ممكن نعمل بيها طاجن كبير زي اللي شيرين عاملاه لنا ده مثلا. على فكره دي حاجه اقتصاديه. يعني ممكن من غير اللحمه خالص والله. وممكن كده بس بالتشويحه بتاعته هيبقى برام يعني هيبقى خضار حلو جدا. كويس قوي. احنا عندنا هنا ده بس البشاميل يفك شويه. ممكن ان انا انقله على فكره على العين دي. ممكن نبدل. طيب
بيتهيألي كده خلاص، بيتهيألي استوى. عايزه اقول لكم يا جماعه الريحه بعد ما تضاف ليه بقى كل المكونات مع اللحمه المتعصجه، اللي احنا معصجينها، شيرين كانت معصجاها من قبل كده. المكونات مع بعضها جميله جدا طبعا يعني، يا فعلا منى، ممكن يعني يتاكل كده. بصل ثوم والتوابل والحاجه مع بعض انت عامله حتى ميكس حلو بتطلعي قوي. افكار في نص الاكله يعني، شفتي بقى، بتطلعي يعني ممكن يتعمل صنف تاني في وقت تاني برضه، هيبقى تغيير لاي حد لسه يعني برضو بيعمل سايباه الوصفات شويه دي. كده. هنا بنقلب البشاميل عشان ايه؟ على ما يتقل معانا، عشان هنقل بس ال 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 ايه القرنبيط ده. طبعا احنا بننسى اسمه ليه كده؟ مش عارفه، صح، مش راضي خالص يجي معانا ليه؟ اسمه تقيل شويه. ممكن. مع انه والله العظيم بجد فيه فايده غير عاديه، فايده جامده جدا. احنا هنا بس عندنا البشاميل يفك شويه، ممكن ننقل ده على فكره. هقول لك حاجه حلوه طيب قوي. انا حاسه ان ممكن هو ما نحطه، خدش وقت اصلا، هو لا كله خدش ما وقت خالص بياخدش معانا. وقت احنا وانت عندنا هنا مقطعه دلوقتي الطاجن اهو، المكونات بتاعته صغيره. جدا. طيب عشان برضه عشان الوقت معايا. عايزين نقدم حاجات فيها شيرين، عايزين هنقدم حاجه اطلعهم اهو، من الفرن، هنقدم ممكن حاجه. اطلعهم من الفرن ماشي، دلوقتي. ممكن على فكره الرز شوفيه يا منى. أوكي. واو، يا نهار ابيض يا جماعه بجد. الشكل والريحه. بص انا برضو عايزه طيب هنا برضو، خليني لو اخد الكاميرا حاجه ممكن كمان تجيب هنا على اشيل بيها. القرنبيط ده يا جماعه، حلو حلاوه. لا لا بصي يا منى، عايزين نشيل مم. ثانيه واحده اطلع لك نشيل ايوه الرز. خلي بالك، علشان انا دايما الاصابات المطبخ ربنا دي يستر، ربنا يستر. دايما ادي يبقى اول فيه حاجه اصابات طلعت معانا اتعمل. اهو. لا ده مش عارفه اشيل. البرام طبعا تحفه اهو. فعلا والريحه بصوا بتاعته زاد تجنن. يعني برضو حتى الرز بس ده زاد. انا هسيب ده شويه، هسيب ده شويه. اوكي، على ما ندخل اهو طلعنا الطاجن التاني. اول صنف معانا. اه انا عايزه اشوف معانا بس 4 دقايق يا شيرين. عادي يا جماعه، عادي جدا اوكي. جدا جدا جدا. بصي بقى، شوفي احنا هنا ده البشاميل اللي تقل معانا اهو. اهو حلو قوي قوي كده. لا بصي بقى، انا عايزه الكاميرا هنا لو هتجيب على القرنبيط اللي هو الموف لوحده، بصوا يا من جماعه قبل ما كده نحط الشكل البشاميل ومن قبل ما الطبق نحط قبل عليه ما الحاجه. يتغطى حلو بالبشاميل، بصوا قوي، عامل ازاي. لونه تحفه. هو ممكن بيتقدم كده بس، تمام. هنحط عليه البشاميل اللي هو بتاعنا. اوكي، ادي البشاميل قوام البشاميل كمان جميل في انه مش يعني. اهو كده البشاميل. اوكي، هنحط حبه عندنا حلل كتير جدا وحاجات كتير قوي. بس عملنا المكونات هي ايوه الواحده، وعملنا بيها اصناف كتير، اصناف كتيره. اوكي. بص هنحط هنا بقى يا منى بقى، بيستعجلونا يا يا شيخ. جماعه ما تقلقوش، اهو الكريمه اهي. ادي الكريمه معانا. بصوا بقى. اوكي، حبه جبنه موتزاريلا على الوش، على ما اي نوع ايوه جبنه بصوا، على ما عندنا. نضرب الشوربه اهو. صح. ايوه اهو. تسلم ايدك يا شوفوا بقى، شيخ. ده الطاجن ده تحفه، هندخله الفرن على طول اهو. مش هياخد معانا وقت، ده كده يعتبر خلص على فكره. ده هيحمر بس، يعني اختراع جميل، ما هيحمر خدش بس. وقت ولا تكلفه ولا مجهود. خضروات او بروكلي او قرنبيط مع اللحمه المتعصجه، ايوه. مع طبقه بصي بقى، بشاميل، احنا هنا هنبتدي بقى وبقى طاجن كبير، حاجه كده حاجه قيمه. تحفه، حاجه تحفه بجد. بصي يتاكل بقى، برز ابيض او يتاكل لوحده او بعيش. بعيش هيبقى حلو قوي. تمام. او الرز ماشي، مش مشكله يعني. طيب بصي يا ماما، هنبتدي بقى نعمل مع بعض ايه. نضرب الشوربه عندنا الشوربه في دلوقتي الخلاط. استوت مع بعض. عايزين نجيب البوله بتاعتها التقديم بتاعها، عشان تبقى ايه، نحط فيها على طول اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. آه، الرز المعمر بجد انا عايزه اعرف الوش ده بتاع الزبادي الزبادي يا منى مع القشطه بيحمر والزبده. الحاجه. انا على فكره احنا ما حطينا، لو فرق خدتي جدا. بالك، لو خدتي بالك انا ما حطيتش والزبده. احنا استغنينا عن القشطه يا جماعه بالزبادي. احلى حاجه ان احنا ينفع نبدل اي حاجه باي حاجه ونعمل اصناف جديده. عشان كده بقول لك ايه، اللي نجرب. بيخش ويجرب بيلاقي بدايل كتير جدا. يعني ما نوقفش الاكله، لا ما لا لا نوقفش الاكله على مكون مثلا او على حاجه. اتصرفي. صح، وبيبقى احلى تصرف. معانا 3 دقايق. خلاص احنا بنضرب الشوربه بس يا خلاص. جماعه، خلاص اهو. اخر حاجه بس هي اهو الشوربه. خلاص اهو. هي احنا كل الاطباق بتاعتنا تقريبا كله خلصان الحمد لله. خلصانه. فين
جنبك هنا يا شيرين، انا مش هتكلم عشان صوت الخلاط. اوكي بس استني بس نركبه يا منى الاول كده اهو كده تمام. وهنبتدي ان احنا نضرب. وصفات يعني كلها شوربه طاقة الطاقه والدفى، والدفى حاجه كده تحفه. وفايدة. بصي بصوا بقى اللون بقى، انا كنت مستنيه اشوف بصي على لون الجزر مع والقوام لون كمان. القوام بقى انت بتتحكمي جميل. فيه جامد جدا. تمام. احنا كده اهو هنحط عليها خلاص كده، دي نحط عليها حبه كريمه. بس بقى انا الحركه دي يعني فعلا بتفرق اخدت جامد. قلبي. كريمه زبادي الحاجات دايما اللي بتبقى الرشه الاخيره دي دايما فعلا الرشه الاخيره دي بتفرق مع حته جبنه كده من الحاجات اللي هي اللي عندنا. كل دي برضو على فكره حاجات من اللي هي بتدي، بتاع شيرين. حاجات اللي هي بتدي طاقه. بيستعجلونا 20. خلصنا. خلينا نقدم الطبق ده ونبص على احنا كده الرز عندنا خلص والشوربه. تسلم ايدك تسلم ايدك. خلينا نطلع. شوف كده بقى الطاجن ايه. بس كده هو يعني بصي صغيره حاجه بسيطه معانا قوي. قد ايه بس يا جماعه؟ عشان لو نعرف هنطلعه دلوقتي بس ايه. طبعا الفكره طبعا وصلت ممتازه يعني. بصراحه عملنا طاجن حاجه قيمه. ادي البرام التاني اللي هو الرز المعمر. اوكي. والطاجن طبعا الفكره بقى اكيد وصلت للساده المشاهدين. هي بس المهم ان الوش يحمر شويه. بس طبعا الريحه تجنن يا جماعه، احنا استعجلنا بقى عليه معلش، هو اخد مننا وقت شويه. الفكره كده وصلت تمام يعني، وينفع يتعمل بيه خطوتين او مرحلتين زي ما شيرين قالت يعني. ممكن تاكل خضار هو بس بيتقدم بس من غير الكريمه او البشاميل او الحاجه. هو كان فاضل له اللون بتاعه بس ياخد لون. بس انتوا طبعا فاهمين وعارفين انها هتوصل للمرحله ازاي. هيبقى زي الرز المعمر كده بنفس اللون ونص نفس الجمال ده. تسلم ايدك يا شيرين كالعاده وصفات جميله جدا. ودايما يعني بنحب نطبق الوصفات بتاعتك كلها افكار حلوه وسهله. يا ريت تجربوها وتقولوا لي الدنيا فيها ايه. عملنا شوربه البروكلي شوربه البروكلي بالكريمه كانت مش بروكلي يا منى، شوربه القرنبيط بالبصل بالطماطم بالبطاطس بالجزر. اوكي ايه بروكلي مصرين بروكلي والرز المعمر وطاجن القرنبيط بالبشاميل اللي كان بالجبن واللحمه المفرومه. اوكي. نورتي الدنيا كلها. ميرسي يا منى، ميرسي جدا. ببقى مبسوطه جدا لما بتعملي لنا وصفات جميله ولما بنشوفك وكل افكارك فعلا فعلا جديده وجميله. وجربوا الافكار بتاعتنا دي واستنونا ان شاء الله في حلقه جديده وبالف هنا. الف هنا.